هلا اليوم عندنا حالة مفصل تبديل مفصل ورك توتال هيب. طبعا في مداخل كثير لمفصل الورك، في مدخل خلفي، مدخل جانبي، هاردي. احسن مدخل هو المدخل اللي يتقنه الجراح. طبعا نحن هون عم نشتغل مدخل خلفي متعودين عليه بايام التدريب، وبعد ما تخرجنا كمان مدخل الخلفي هو مدخل مور. هلا عم يبين معنا الخطوة الأولى إنه نحن نشيل الرأس المتنكس اللي فيه تنخر. هلا نشيل الرأس، طبعا له ينشال بطريقة خاصة، له معايير خاصة. الراس بينشال، هذا شلنا الراس، رأس الفخذ. بعدين الحوض الجوف الحقيب بيكون متنكس ومتصلب، فنحن بنحفره حتى يطلع دم مشان المفصل يلتصق فيه المفصل، لانه في عليه ماده اسمها هيدروكسي اباتايت. بهي الطريقه بنحفر الحوض الجوف الحقي، هيك نحفر. طبعا الحفر لازم يكون موازي للجوف الحقيقي. مشان هون في نوعين، هذا الكاب اللي بنحطه هو سيمنتلس، يعني بدون ماده لاصقه، عليه بس ماده اسمها هيدروكسي اباتايت هي اللي بتلصق بالهذا. اسمه مفصل شبابي، هذا عمره اطول من مفصل هاي القطعه الثانيه قطعه احيانا تكون سيراميك، احيانا بلاستيكيه حسب عمر المريض. هذا الستيم، هذا اللي بنحطه بالفخذ، الجزء اللي بتعلق عليه المفصل. هذا كمان مفصل لا اسمنتي، عليه ماده بيضاء، هاي ماده الهيدروكسي اباتايت. اول هاي المرحله بنحفر قناه الفخذ حتى نحصل على سباتيه كامله، وبنحط الستيم اللي هو هذا عليه ماده لاصقه، بنحطه بشكل انه يثبت بدون، يعني يثبت 100% بدون ما نحط ماده لاصقه اللي هي الاسمنت. هلا بنرد الراس، هيك المفصل صار مفصل كامل، راس وجذع وكاب. طبعا الحاله اللي اشتغلناها كانت هاي تنكس مفصل شديد، في مناقير واصله لهون، كان الراس كله محاط بشكل دائري بمناقير عظميه، وكان تقريبا الورك ثابت ما بيتحرك ابدا. عملنا جهد كبير حتى شلنا هي الاستيوفايتات، المناقير العظميه اللي كانت هون وهون، حتى قدرنا انه نطالع الراس برا الحوض. وبعدين اصلا كان في فكره اصلا حتى نقص الراس جوا الحوض وبعدين نطالعه بسبب الاستيوفايتات، المناقير الكبيره اللي كانت. بعد ما طلعنا الراس عملنا كمان، لانه صار الفتره طويله كان الورك ثابت، فصار في انكماش بالعضلات، حررنا العضلات شوي حتى حسنا نركب المفصل. طبعا هون المفصل هذا الطرف الثاني كمان عامل تبديل، بس هذا المفصل اسمنتي. شوف الماده الاسمنتيه هون. طبعا هذا مفصل قديم مركبينه سابقا ما ادري وين، موديل قديم، والله يعطيه العافيه الجراح، لانه هاي عمليته صار 12 سنه يمكن او اكثر، ولهلا المريض عم يمشي عليه، فالله يعطيه العافيه. نحن سوينا هذا الطرف، راح نحط مفصل اسمنتي عمره اطول من هذاك المفصل. هذا نحن نحط مفصل لا اسمنتي، هون مفصل اسمنتي. شوف هذا الماده البيضاء اسمها اسمنت، وعامل هايبريد، يعني تحت لا اسمنتي وفوق اسمنتي. نحن راح نحط المفصل كله، هلا بنشوف الصوره بعد العمليه كله لا اسمنتي، يعني ما في هاي الماده البيضاء. هذا المفصل بعد العمليه. طبعا المفصل يتالف من ستيم اللي هو هذا، يفوت ضمن قناه العظم. لازم يكون طوله القطر مناسب ويكون مركزي. الراس اللي هذا هو، وقطعة الكاب الحوض في قطعة معدنية ونثبتها ببراغي. طبعا البراغي مانع للدوران، الكاب اصلا بيتثبت بدون، لما نحطه داخل الجوف لازم يتثبت لحاله. البراغي تزيد التثبيت وتمنع الدوران، وفي مادة بلاستيكية او سيراميكية جوا. الحمد لله الحالة المفصل كان ثباتيته رائعة، اتجاهه رائع، وهي صورة كبيرة للكاب وهي صورة كبيرة للستيم، فالحمد لله العملية تيسرت يعني. طبعا الورك لما يكون يبلش التنكس او السوفان او التنخر، شو بتسموه ما بعرف، بس يعني لما يبلش بالورك المريض بيضطر يساوي عملية مو مثل الركبة، لانه الورك فيه حركة الجلوس والوقوف فبيكون الألم شديد، وبيكون يعني بيحتاج حركة الورك أكثر من الركبة.
المريض هون بالورك بيضطر يساوي عمليه، مو مثل الركبه. يعني الركبه بنشوف كثير ناس عندهم تنفس درجه 5 وبيصبروا يعني، وفي كثير ما بيساووا عمليه. اما الورك بيساووا. عمليه الورك عمليه اقدم من الركبه، وعمليه فيها خبره كبير بكل مدن العراق وبكل مدن السوريه، فننصح المرضى انه ما يخافوا من العمليه. انواع المفاصل، في مفصل شبابي مفصل شيخي. المفصل الشبابي هو اللا اسمنتي مثل هذا، عمره اطول، نسبه الانتانات فيه اقل. المفصل الشيخي اللي فيه ماده الاسمنت، واللي نحن نضطر انه نحرك المريض بسرعه بعد العمليه، مثل المرضى الكبار بالعمر اللي عمرهم بالثمانينات و75 و80، هذا المريض لازم يتحرك مباشره مشان ما يصير DVT، ما يصير قرحات، ما يصير كذا، فنضطر نحط مفصل شيخي لتحريك المريض. المريض اذا كان حالته الصحيه جيده وعمره اصغر، انه يفضل المفصل الشبابي اللي مثل هذا، اللي بيكون بدون اسمنت، والمريض ممكن نخليه شهر بدون مشي، يعني يمشي على عكاز باستناد يعني.